كل سنة وانتم طيبين وحلقة جديدة من بودكاست القلعة الحمراء. معانا النهاردة حد على حسب ما انت بتشوفه. تشوفه شخص طيب جدا، تشوفه شخص شرير جدا، تشوفه شخص هادي جدا، تشوفه شخص عاقل جدا، واحد هادي جدا جدا، واحد مجنون جدا، على حسب ما انت تشوفه. ايه معانا امام عاشور. مساء الفل يا امام. مساء الفل يا كابتن. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب ورمضان كريم علينا، وكل سنه حضرتك طيب. وانت طيب أيوة واسرتك. طيب امام عاشور بيشوف نفسه في ايه اللي انا قلته ده؟ يعني هو انهي واحد فيهم؟ لا، على حسب والله يا كابتن، على حسب الشخصيه على اللي حسب. قدامي. يعني لو هو عايزني كده انا معاه في اي حاجه. اه بس اللي في قلبي على لساني يعني. طيب سمات الطيبين على فكره. اه طب انا ما اتعاملتش معاك كتير، لكن يمكن مره ولا حاجه كنا في اعلان مع بعض. م. وقلت لي موقف ساعتها هنقوله بعد شويه كده، كل ما افتكره بضحك جدا يعني. طيب خلينا نرجع شويه بقى لورا في البدايات خالص كده، قبل ما نتكلم في حدث كتيره جدا تحبها او الناس عايزه تعرفها. لكن بص على شمالك كده وانا ببص على يميني. لو انت قاعد في بودكاست القلعه الحمراء، الاستاد ممكن يبقى على يمينك او الاستاد على شمالك. عارف ده كان حلم امام من انا جيت النادي سنه 89. ما فيش حد حتى في مراحل الناشئين المختلفه كان امنيه حياته ان هو يبقى موجود وعايش وشايف استاد الاهلي بيتبني. النهارده في اداره التنفيذ معدات واحنا بنشتغل كمان او احنا بنتكلم هتلاقي شنيور شغال، صاروخ طالع، جرار داخل عليك، ما تستغربش. يعني زي ما حضرتك قلت كان حلم حياتك. برضو يعني الواحد بيبقى مبسوط ان هو راح يلعب في ارضه او ملعبه. طبعا يعني زي ما بيقولوا جوه بيتك. بيتك صحيح. فدي حاجة أكيد هتبقى حاجة خاصة بالنادي الأهلي بس. ماتشاتنا هتبقى هنا، فدي حاجة هتساعدنا وتساعد اللعيبة وإن شاء الله يعني هتبقى خير، والشيء يبقى حلو علينا كلنا بإذن ان الله. شاء الله من خلال شركه القلعه الحمراء والقلعه الحمراء، ومن خلال تواجدنا كل يوم هنرصد لكم كل حاجه. الناس شغاله يعني ليل ونهار ان شاء الله باذن الله. خلال ال4 سنين اللي وعد بيهم الاستاذ محمد كامل رئيس شركه القلعه الحمراء، باذن الله نكون موجودين هنا، واولى المباريات نحلم بقى مع بعض كده. انت عارف الاهلي خد 12 لقب افريقي، تمام؟ اول لقب كان مع كوتوكو سنه 82 في استاد القاهره، بعدين 87 مع الهلال السوداني في استاد القاهره، 2001 قدام سان داونز في استاد القاهره، بعدين 2005 حصل تغير شويه، اللقب ده خدناه من الكليه الحربيه مع النجم الساحلي. 2006 المباراه الاولى كانت في استاد القاهره، لكن الثانيه كانت في صفاقس، وبعدين 2008 في استاد القاهره، 12 في رادس والقاهره، و13 في المقاولين، ومعظم الحاجات بقى وواحد في مركب محمد الخامس هناك. لكن لما يبقى عندك نهائي افريقيا هنا على ارضك يعني حاجه تانية خالص. اكيد طبعا يا كابتن، وفي ملعبك وسط جمهورك، فدي حاجه هتساعدنا اكيد. وملعب كمان ان شاء الله يطلع على احسن مستوى باذن الله. احسن مستوى باذن الله طبعا، وكل الامكانيات موجوده، ما عندكش حجه باذن الله. لو حبيت اقول لك مثلا او حلمت معايا كده نهائي افريقيا على استاد النادي الاهلي، اوكي، الاهلي ومين؟ لا انا العب اي حد يا كابتن. يا سلام على الثقه. والله يا سلام على الثقه. العب اي حد والله. يا سلام. والله. اوكي مش بلعب في النادي الاهلي. حلو الرد. طبعا. انا نفسي اشوف الاهلي والترجي. انا معجب جدا بسياسه الترجي الاداريه، هايلين جدا، او الوداد او الزمالك. 3 منافسين جامدين جدا، والثلاثه الاهلي خد منهم القاب، لكن طبعا لهم شعبيه وارضيه وخبرات افريقيه عاليه جدا. طبعا يا كابتن. امام عاشور وهو صغير كان يعني شاطر في المدرسه؟ لا خالص. مش قوي يعني، ما كنتش في الدراسه، ما كنتش شاغل بالي بيها قوي على قد ما انا شاغل بالي بالكوره. ده انت اجابات عسل. لازم. عسل الصراحه. ده انت الصراحه بتزعل. لكن بتذاكر ولا ما بتحاولش اصلا؟ لا ما كنتش بذاكر خالص. انا والدي اصلا مدير مدرسه كمان. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الاهتمام ده؟ طب صحاب في المدرسه كانوا جامدين جدا معاك يعني زي الاخوات كده؟ يعني صحوبيه المدرسه دي بتبقى حاجه تانية خالص. لحد دلوقتي كمان موجودين. موجودين طبعا. وده مطمني. ايه العلاقه القويه قوي دي مع كهربا؟ كهربا طبعا من الشخصيات اللي الواحد مهما يتكلم عليها مش هيديله حقه، وانت اكيد اتعاملت معاه يا كابتن. هو اللي في قلبه على لسانه. صحيح. قلب ابيض. طبعا مكسر الدنيا في ليبيا ان شاء الله، وربنا يكرمه تاني ويرجع لنا. قلب ابيض فعلا. طبعا يا كابتن.
من الشخصيات اللي تعرف تقرب منها، اللي يخليك تحبه. ما بيزعلش حد منه خالص يعني، غير الناس ما وعنده حاجه كمان يا بتقول. امام، بيكبر للناس. يعني لما دي احلى هو حاجه فيها يا يكون كابتن بيحترم بصراحه. حد وبيكبره آه، بيكبر له جدا. طبعا. وكان مم. طبعا على طول بيكلمنا عليك يا كابتن. مم. كان دايما ما يقول لي لحقتنيش انت. اه اه كان نفسي بس. ايش. بس كابتن انا رمضان، جيت هنا كابتن رمضان عشان ما عندوش تفاهم، خلي لا يا بالك. كابتن ما رمضان عندوش تفاهم على خالص، ها. طول ستريت على طول، مفيش ولا هنا ولا هنا. وشه على طول يعني. اه الراجل قافل على طول، بس الراجل مفيش. طبعا انا اشتغلت مع كابتن رمضان يعني، خدت منه حاجات كتيره جدا في بداياتي يعني. يا شخصية محترمة طبعا، شخصية جميلة وتحب تتعامل معاها يعني. امام، بتفطر فين؟ في البيت على طول ولا في عزومات كتير ولا لا ان بره شاء ولا ايه؟ الله. انا دايما بحب افطر يعني مع والدي ووالدتي. اوكي. فكويس ان انا خدنا يومين اجازة، ان شاء الله مسافر المنصورة، افطر اول يوم في المنصورة من معاكم. المنصوره اصلا؟ اه اه، انتوا كام اخ؟ احنا 4. انت الكبير؟ انا اصغر واحد. اصغر واحد. مم. اوكي. بس يعني انت المدلل بالنسبه لهم. بالظبط. اه. فرخه بكشك، صح كده؟ دي حقيقة. ايه اللي حصل في الست سبع شهور خلى بدايات امام عاشور مختلفه تماما عن اللي وصل بيه امام عاشور، واللي كان مردوده دلوقتي موجود، هداف الدوري ما شاء الله، احسن لاعب في عدد كبير جدا من الجولات، مش مره ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه، حاجه كبيره جدا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الست سبع شهور اللي فاتوا دول؟ لا والله يا كابتن، هو في اوقات كده لازم الواحد بيفوق نفسه او بيتكلم مع نفسه. فانا شفت ان انا كنت ماشي في طريق، ان انا كنت مركز في حاجه تانية مثلا زي ما الناس بتقول، او ان انا كنت داخل في حاجه تانية، بس انا ما كنتش كده خالص. انا ما حاولت اتجنب كل الحاجات وكل الحاجات اللي بتتكتب عليا او كل الكلام اللي بيتقال عليا، وركزت في شغلي وركزت في تمريني وفي ماتشاتي. الحمد لله يعني ربنا بيكرمني في الاخر يعني. برضو خلي بالك، برضو احنا مش ملايكه. بالظبط. كل واحد يعني بيوصل لمرحله في العمر، بيبدا يعني يغير من شخصيته شويه، من افعاله سنه، من تصرفاته بالتاكيد يعني. لكن طالما في اصل، حد نيته سليمه، حد نفسيته حلوه، حد معدنه اصيل، بتساعده يا امام دي على فكره. اكيد طبعا يا كابتن. وبعدين بيبقى في نماذج قدامك يا كابتن بتتعلم منها. هو مش عيب لما الواحد يتعلم من حد يعني. احنا عندنا امثله كتير في الفرقه، انا مش عايز اذكر اسامي عشان احنا عندنا كتير عشان ما انساش حد. مش عيب لما الواحد يتعلم منهم يعني حاجه ناقصاه او طبعا. شايف حاجه مثلا لا هو بالعكس، اللي بيعملها بتتعلم كويس. منه كويس بالظبط. قول، لكن بالظبط. اللي بتتعلم في اللي عايز تبعد كتير، بس خلاص. عشان ما ننساش حد. مم. في الفرقه الالتزام طبعا. ان انا اتمرن كويس، ماتشات ببقى مركز فيها. لازم كلنا نبقى ما بننزل الملعب مثلا كلنا مع بعض، فريق واحد. في حاجات كتير الواحد ما كانش يعني ما كنتش اعرف مثلا. في حاجات كتير ما كنتش اعرفها وعرفتها مثلا من كذا لعيب معايا في الفرقة. ببص لهم هما بيعملوا ايه بعمل زيهم. فدي مش حاجة يعني مش حاجة عيب ان انا مثلا شفت واحد بيعمل حاجة احسن مني فانا لا ابص له ان انا عايز اعمل زيه مثلا، لا. فالحاجات دي فرقت معايا طبعا. طب امام شخصيه لها ردة فعل على طول، ولا بتفكر قبل ما تاخد ردة الفعل؟ لا، رد فعل على طول. ردة فعل على طول. اه بس ده ممكن يخسرك حاجات كتير. ساعات. مم. بس ساعات يعني انا بعمل حاجة اللي هي بتريحني. يعني مم. الحاجة انا باخد القرار بدل انا اللي واخده. خلاص سواء صح او غلط ما بتفرقش معايا بعد كده. بس اهم حاجة انا واخده ومقتنع بيه. مم. ماليش دعوة بقى اي حد يتكلم، اي حد يقول لا ده صح ده غلط. اهم حاجة نفسي انا. بس دي برضو ساعات ممكن ما تبقاش حساباتها سليمة 100%. يعني في اوقات انا ممكن اكون بفكر ان انا هاخد التصرف ده وانا مش ملم بكل الاحداث انا في مثلا. الاول يا كابتن ما كنتش بسمع لحد. امام بس. لا ما كنتش بسمع لحد. ودلوقتي بقى بس مين؟ بقى دلوقتي مين؟ في ناس كتير بسمع لها. مم. في ناس مين ومين؟ اكيد يعني عيلتي. كويس. والدي والدتي مراتي. مم. اخوات مراتي. مم. في اوكي. النادي برضه في النادي. امركم شورى بينكم يعني. اه في طبعا الاخر اللي بيعملوا لازم امام انا عشان عاشور. ما شاء الله احنا العيله كبيره ما شاء الله. بنقعد وبنتكلم وكده. اوكي. وفي النادي طبعا اي حد بيتكلم يعني. الناس كانت واخده فكره عني في الاول ان انا
لا هو ما بيحبش يسمع لحد، هو ما بيحبش حد يتكلم معاه، ما بيحبش حد مثلا يقول له حاجه. بس انا مع يعني مع قعدوا معايا وكده لا فيهم حاجه غير كده. واحنا في الاعلان كنا بنصور مع بعض، فقلت لي موقف على اللاعب كده من غير ما نقول اسمه طبعا. تمام. حابب اسمعه منك تاني الصراحه، كل ما بيجي لي وافتكرها اقول. لا اقول ايه؟ مش هنقول اسمه. آه. طب فكرني بيه كده عشان انا مش قلت لي كان فاكر. بيشتري عربيه اه. وبعدين قول. لا 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 صعبه دي، ما معروف. ليه معروف ليه؟ هو اشترى عربيات من معارض مصر كلها. آه. معروف يا كابتن. هو كان رايح يشتري عربيه، كان لسه في بدايته. اوكي. فكان رايح يشتري عربيه مع الوكيل حد بتاعه. يعني، مع حد صاحبنا وكده. فبعدين هو بيشتريها، فقال له يا العربيه دي اوريجينال ولا مش اوريجينال، حاجه زي كده. قال له كوبي كوبي، اوريجينال ولا كوبي او حاجه زي هو عايز كده. يقول له كوبي. كوبي صح. انت فاكر يا جد؟ طب قول انت. طب امام، ايه اللي اختلف في النادي الاهلي آه، آه، مع امام؟ يعني شخصيته، امام شاف ان في حاجه بيعملها الاهلي اثرت في شخصيه امام. لا اكيد يا كابتن، كل حاجه يعني كل حاجه في النادي السيستم. واللعيب بيبقى محتاج حاجات يعني النادي الاهلي موفر اللعيبه كل حاجه بصراحه. فكمنظومه ناجحه، السيستم موجود جوه الفرقه، مجلس الاداره في كل حاجه. يعني كل واحد في النادي الاهلي عارف شغله، يعني مفيش حد ليه دعوه بالتاني. لعيب لعيب وزي ما بقول مدرب مدرب. فدي حاجه يا كابتن بتريح اللعيب. يعني انا لما ببقى نازل عارف شغلي ان انا لا انا نازل تمرين وماتشات ولازم اكسب. فدي حاجه يا كابتن جوه النادي الاهلي كمان. في سيستم وفي قائد لينا كابتن محمد شناوي طبعا. كلنا بنسمع كلامه في حاجات يا كابتن جوه النادي الاهلي ما بتجبرك ان انت لا خلاص انا في سيستم، في حاجات ما ينفعش تطلع بره السيستم ده. هتطلع بره السيستم ده هتبقى بره الفرقه كلها وبره النادي. والنادي كده كده النادي ما يقفش على حد يعني يا كابتن. فالحاجات دي بتفرق مع اللعيب ان هي بتريحه جوه الملعب. في 2000 وكام؟ تهيألي 2018 17 حاجه كده، كنت انا مسافر بره مصر، وبعدين كنت مسافر قبل الفرقه بيومين ثلاثه كده، وانت كنت مسافر للمنتخب. فاكر الموقف ده؟ قابلتك في المطار ساعتها، شخص طيب جدا كده، غلبون خالص كده. الله طيب يا كابتن. صح. لكن الحقيقه ما كنتش متوقع ابدا ان هيجي يوم ويبقى امام عاشور حديث مصر كلها على المستوى الرياضي. امام عاشور صفقه انتقال رهيبه جدا من نادي كبير ومحترم طبعا زي نادي الزمالك الى النادي الاهلي. امام عاشور واخد رصيد جامد جدا في قلوب الاهلاويه. امام عاشور واحد من الاسماء اللي ممكن تبقى في حته تانية خالص 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 لو اهتم بشويه نقط صغيره يعني. كنت متخيل ان انت ممكن توصل لحاجه زي كده ولا؟ اكيد طبعا يا كابتن. لا انا طبعا انا اخلص دراسه وخلاص. لا خالص والله يا كابتن. انا يعني الحمد لله كنت باخدها واحده واحده وربنا كرمني في كده. يعني انا ربنا كرمني في النقطه دي ان انا مش ما بعرفش مثلا اللي هو يعني اجي زي ما بيقولوا بلف وادور والكلام ده. لا انا كنت بشوف شغلي، كنت في التمرين. انا حصل معايا مواقف كتير يا كابتن. يعني وانا في المحله وانا في الحرس ساعات ما كنتش بلعب خالص، ساعات كنت ببقى بره الماتش. بس انا عارف ان اول ما الفرصه هتيجي ان انا همسك فيها. والمدرب كان عارف كده اللي كان ماسكني ان انا لو لعبته هيمسك في الفرصه. فدي حاجات كلها كانت بتديني دوافع. يعني الحاجات دي كلها كانت بتديني دوافع. كان والدتي طبعا على طول هي اللي كانت معايا. فانا ما كنتش بحب خالص اشوفها زعلانه، فكنت بحطها دايما قدامي في اي حاجه. ان انا لا لازم انجح علشان اسعدها، لازم انجح عشان هي تعبت في يوم من الايام معايا. فالحاجات دي كانت بتفرق معايا طبعا. صحيان بدري، تحضير طبعا الاكل، بهدلت معايا حياه اكيد. لعيب الكره المختلفه ديت يعني. طبعا معرفش ليه يعني كل النماذج او 90% من النماذج اللي وصلت بشكل حلو قوي عندها مواقف صعبه جدا في البدايات. عدم اقتناع مدرب، ظروف يعني ظروف حياه صعبه،
يعني انا لا بتكسف من ده، بالعكس ولا انا ده كابتن. بيبقى حاجه حلوه طبعا جدا يعني. طبعا. تلاقي الاسره بتضحي، الشخص بيضحي، الولد عنده 12 و13 و14 سنه. يعني انا كان عندي 12 و13 سنه مثلا، ومسؤول ان انا بصرف على نفسي، وعايز كمان ابقى حاجه حلوه جدا، وانت عندك 12 و13 سنه. بالظبط. دي بتساعدك في الشخصيه. تمام. في مواقف بقى حصلت معاك، اثرت معاك قوي على المواقف مثلا الحياتيه او الشخصيه او النفسيه او الانسانيه؟ في موقف ما اكيد تنساهوش اكيد خالص؟ اكيد في مواقف كتير، بس في موقف كان عندي تمرين، كانت والدتي معايا. فالمهم بعد ما خلصت تمرين كنا ماشيين، خلصت تمرين وطالع من الملعب. وبعدين المدرب اللي كان ماسكني، مش هقول اسمه عشان هو زعل مني ودخل اه. بعتلي. وانا ماشي، فانا عديت، كنت انا لسه صغير يا كابتن. فهو وقف والدتي وقال لها خلاص امام، خلاص ما يجيش تاني يعني، او مش عايزينه حاجه زي كده. اه. فانا بصيت لوالدتي كده، عرفت من وشها، من تعبير وشها، لقيتها كانت بتبكي ساعتها وكده. فقلت لها في ايه؟ قالت لي المدرب قال كذا 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 ومش عايزينك. قلت لها خلاص مفيش مشكله، شوف نادي تاني يعني، مش هقف المحله. يعني، مش يعني مش دي النهايه زي يعني. الفل. بص على يمينك، بص على شمالك، كمل اهو. مم. قلت لها لا خلاص دي مش النهايه. فهي كانت اليوم ده كان بالنسبه لي كان المواقف الصعبه اللي انا عمري ما هنساها. بس بعديها المدرب ده كان مشي وجه مدرب تاني، فطلبني ورحت. هي دي السنة دي اللي هو اللي قال لي اللي انت مش هتكمل فيها، دي السنة اللي انا طلعت فيها فيرست تيم مع المحلة. اوكي. فالمواقف دي مش هعرف انساها. عارف، وانا في اعدادي كنت في مدرسه اسمها محمد فريد سرحان، كانت في الجيزه كده. وبعدين كان كنت في اولى اعدادي او تانية اعدادي حاجه كده يعني. انا بحبها طبعا. ال مس نجوى كان اسمها. يعني واحنا في يوم دراسي عادي جدا كده، فقالوا لها ده سيد بيلعب في الاهلي وهيبقى لعيب كويس قوي. وساعتها انا زعلت جدا مم. واتضايقت جدا في وقتها، بس كان حافز ليا حلو قوي. ودايما لحد دلوقتي الكلام ده سنه مثلا 90. فقالت لا لا لا، انت عمرك ما هتلعب ولا هتكمل ولا هتبقى موجود ايوه في مواقف. في الناس الكبيره ديت. مم. الكلام ده لسه موجود دلوقتي. ممكن تكون بتقوله لي يعني مش عايز اخد النيه السيئه، مم. لكن ممكن تكون بتقوله على اساس ان انت مثلا يعني ايه، تاخد بالك قوي ان ده طريق محتاج جهد، بالظبط. محتاج عرق، محتاج صبر. صبر. وتحت كلمه صبر دي مثلا 70,000 خط يعني. طبعا. فانت لو مش قده ما توصلش ابدا. ففي ساعات الكلمات القاسيه في البدايات ما بتبقاش تحمل نفس النية اللي بيقولها بالظبط. الناس. هي ممكن تكون نيتها كانت سليمة، هي ممكن تكون سمعانا دلوقتي أو مم. تسمعنا يعني. لكن زعلت في وقتها، بس بالنسبة لي ما نسيتهاش اديتك خالص. دفعة. كانت دافع جميل جدا يعني. ايوه. طيب إمام أقرب واحد لقلبه مين؟ مراتي وبنتي ووالدتي ووالدي. أوكي. بنتك اسمها إيه؟ كاتاليا. كاتاليا. اه. وما تسألنيش على الاسم عشان كاتاليا. اه، دي اتولدت في إيطاليا؟ تحب الباستا بقى وبتاع كده؟ انت شكلك ميلانو قوي. ايه لا، ده اسم ارجنتيني. ارجنتيني. طب معناه ايه؟ زهرة كده بتطلع كل سنة مرة في الأرجنتين. انت عارف حزلقوم؟ طب اه. معناه ايه؟ جاسمين. لا انت لا انت حصلت كاتا ولا حصلت تاليا. بس اقرب واحده ليك. اه طبعا. امام نفسه في ايه؟ يعني عايز اوصل ليه؟ عايز اروح فين؟ عايز اعمل ايه؟ عايز التارجت بتاعي ايه؟ في حاجات كتير قوي كابتن نفسي اعملها طبعا مع النادي الاهلي. نفسي اخد كل البطولات طبعا مع النادي الاهلي. نفسي افرح الجمهور طبعا، ده يعني الواحد مهما يتكلم عليهم مش هيديهم حقهم. ساعة اول يوم ليا في النادي لحد وقتنا هذا طبعا، الناس في ظهري ومعايا بيساندوني في كل حاجة. يعني الواحد بيحاول يطلع اكتر حاجة عنده في الملعب عشان يسعد الناس اللي بتبقى موجودة في المدرجات. طبعا. وده شغل برضه يعني، بالظبط. شغل. بالظبط. طيب ايه اللي بيزعل امام عاشور؟ ايه اللي بيزعله؟ يعني ايه اللي ممكن حاجه بص يا تضايقك كابتن هقول لك على حاجة، والله انت ممكن تقول لي انت رخم فيها، انا ما بزعلش يا كابتن. خالص؟ والله ما بزعل خالص. اوكي. تصفى بسرعه تقصد يعني؟ لا يا هو اي انسان لو بيزعل. حد بيهاجم او حد،
ما ما بتزعلش من بزعلش. الشتيمه لا مثلا؟ ما بزعلش حتى خالص في والله، المدرجات يعني خالص في ماتشات الاهلي والزمالك بيبقى فيه، خالص والله يا كابتن، ما بتاثرش خالص؟ والله ولا بتأثر بأي حاجة، بالعكس طب ده كويس، بتديني دافع. ثبات انفعالي يعني حلو. الحاجات دي بتديني دافع. مم. انا بص، انت شوف كل الحاجات اللي بتتقال وكل الكلام اللي بيتقال، بس الحاجات دي بتديني دافع فعلا، مم. بتديني دافع في الملعب. عمرها ما أثرت فيا، يعني مهما اللي يتكلم مهما اللي يقول انا مش مركز. حتى لو انت قدامي او غلطت فيها وانت قدامي او حاجة، هسمعك بس مش هركز معاك. يعني مش هسمعك انت بتقول لي ايه اصلا. مم. بص يا امام، انت مشروع حاجه حلوه قوي قوي، واحنا بندردش مع بعض كده يعني واكيد الكلام ده ممكن يبقى حاجه وثائقيه بالنسبه لك يعني في المستقبل ان شاء الله الرحمن، وربنا ان شاء يديك طول الله. العمر ويحفظك والدك ووالدتك ومراتك ان شاء الله. وبنتك يا رب. بس امام، لو هيلوم حد في حياته بعد كده يعني ما يلومش غير امام. عارف ليه؟ لان امام ده كل حاجه حلوه ممكن تبقى موجوده في لاعب عنده، كل الصفات ما شاء الله يعني. تمام، تمريني لازم يكون كويس جدا، بالظبط. اهتمامي وتركيزي، طيبتك، تمام. لكن في حاجات كمان لازم يبقى ليه عندي حد، مش عيب يعني. ممكن ارجع لحد اتكلم معاه شويه، انا شايف ان التصرفات بتاعتي كانت كويسه الاسبوع اللي فات ده، ال10 ايام، الشهر ده مش مشكله خالص، لان انت بتتكلم على حاجه ممكن تروح لها ان شاء الله الرحمن تبقى كبيره ان جدا شاء يعني. الله. تعمل كده يعني؟ انت مثلا ممكن تكون عندك حد بعمل على كده بس اه مع عيلتي. اه يعني دايما انا قريب من عيلتي جدا. اوكي. احنا دايما مع بعض يعني، فاي حاجه مثلا بحس ان انا مش هعرف اخد قرار فيها او عايز افهمها، يعني بقعد معاهم، هما بيحكوا لي بيقولوا لي لا، ده تعمله، ما تعملوش كده. مم. فهم اقرب حد ليا يعني في حياتي. طب برضو يعني حاجه مم. عند سيد، ايه اللي يخلي اسم امام يعني في خناقه مثلا اروح اعملها يعني ابقى موجود فيها ليه؟ فين يا كابتن؟ انا ها، عايز اسالك يا كابتن، فين قول لي الخناقات؟ اللي بنسمع يعني عنه ده. انا بقالي الحمد لله بقالي سنه ونص اهو في النادي الاهلي. اوكي. الحمد لله معايا 6 بطولات. الحمد لله الفريق كله يعني ما شاء الله، كل واحد فيهم اسمه يساوي ذهب زي ما بيقولوا. صحيح. اشمعنى امام؟ يعني ليه اي حاجه برضه بتحصل يمكن امام، امام؟ ما هو عشان برضه كل معالي ما هو عشان كده يا القدر كابتن انا بقول طبعا. لحضرتك انا ما بركزش في الحاجات دي. كويس، ده كويس انا جدا، استحاله اركز في الحاجات ده دي. كويس يعني جدا. ساعات ببقى قاعد في البيت، يقولوا مش عارف امام ايه، امام متخانق مع مين، امام مش عارف، وانا قاعد في البيت الاقي بقى تليفونات والدتي ووالدي، لان هما مش اكتر الوقت قاعدين معايا اوكي. في السنبلاوين. ففي حاجه هما عندهم الفيسبوك 24 ساعه قاعدين على الفيسبوك. اه نبهتهم منهم كتير، بلاش الكلام ده، بلاش تسمعوا الكلام ده. هم ممكن دلوقتي ممكن يصدقوا الفيس اكتر مني. اه طيب لو في حاجه في امام عايز يغيرها ممكن تبقى ايه؟ آه، متسرع شويه. متسرع شويه. اه مم. يعني تصرف في الافعال ولا الردود؟ لا، ان مثلا يعني في ردود الافعال. مم. كشخص انا، يعني انا كشخص باخد رد فعل على طول، ما بستناش مثلا. يعني في اوقات بستنى فيها ما احنا قلنا ان انت ما الوقت، بتزعلش بتاخد رد فعل ليه بقى؟ مع الوقت لا، رد فعل ان انا يعني لو في حد بيكلمني في حاجه اه باخد رد فعل على طول. مم. بس ما بزعلش، ما بعرفش ازعل من حد انا. ماشي، ده حلو برضه، بس في النهايه برضه يعني مرتبطه بالسن سنه، يمكن لما تكبر شويه كمان ان اكيد شاء الله طبعا. الامور تهدى. الواحد بص يا كابتن، الواحد آه. مر بتجارب كتير في حياته. مم. بتعلمه لبعد كده. مم. يعني في حاجات كتير، انا غلطت في كذا حاجه، في حاجات كتير غلطت فيها. ما كنتش مدرك انا مثلا كنت بعمل ايه. فالحاجات بس ده دي عشان سن يا امام بتعلمني برضه. بالظبط يا اه كابتن. مم. فالحاجات دي بتعلمني. الحاجات دي مم. بعد كده بفهم بقى الموقف ده خلاص هتعامل معاه ازاي، الموقف ده هتعامل معاه ازاي. الحاجات دي بتعلمني اكيد. طيب انت بالك قد ايه دلوقتي في الاهلي؟ سنه سنة وكام شهر دلوقتي؟ من اغسطس سنة تقريبا ونص ان شاء الله. 23 مم. لدلوقتي بتتكلم في سنه وخمس ست شهور اهو، ولا مم. 7 شهور كمان داخله يعني. احسن جول بقى او الجول الغالي قوي في قلب امام عاشور او في عند امام عاشور؟ احسن جول كان في الزمالك، اه ولا انا جبت على الطاير. اوكي، اللي هو بتاع 2-0 انت وقفش. انا واقفش. انت وقفش. ليه مم. بيتقال ان قفشه وامام يعني في علاقه بينهم يعني انا بشوف الملعب انتوا الاثنين حتى بتاع اخر ده من احنا كام اقرب ماتش اتنين انتوا لبعض انا وقفش اه بعد ما كهربا مشي. اوكي. وقبل ما كهربا، يعني هي اللعيبه كلها قريبه من بعض، بس انا وقفش على طول هو مع كهربا بعض. كان اقرب لحد كل الناس.
لما يشوف حد هيجيب جون. صح. زي نور التربي اللي عندنا. كنا نشوف واحد يقول له انت هتجيب ايوه يا جول. عم نور. لكن انت وقشه علاقه كويسه قوي، انت لا وقشه. لا مفيش حاجه، انا وقشه مفيش، بننزل مع بعض وبنخرج ده يعني الجول غالي قوي عندك. طبعا. طب بطوله انت خدت 6 دلوقتي. افريقيا طبعا، اوكي، كان أفريقيا. نفسي فيه. اوكي. ان شاء الله اللي جاي باذن الله. عارف برضو من الحاجات اللي عجباني فيك قوي يعني، ودي في كهربا برضو الصراحه، بتلاقيه في حاجات واقف بيساعد، بجبر خاطر. الحمد لله. يعني اللقطه بتاعت ابراهيم شيكا يعني ربنا يشفيه ويعافيه يا ربنا رب، يشفي يا رب. من الحاجات اللي عجبتني جدا برضو لما شفتك فيها ربنا معايا يشفيه. يعني. لا طبعا واجب علينا طبعا كلاعيبه كلها، المفروض اللي يقدر يروح له، وانا مش بجبر حد يعني ان هو يروح له، بس اللي يقدر يروح له طبعا لازم كلنا نبقى جنبه. كان زميلنا في يوم من الايام كان واقف على رجليه في يوم وليله، حصل. ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يشفيه يا رب ويرجع تاني يبقى وسطنا ويلعب ويكسر الدنيا ان شاء الله. امتى بقى انت بتلاقي نفسك قوي مع مين؟ يعني تلاقي نفسك سايب نفسك خالص بقى كده؟ بنتي. بنتك. طبعا. اوكي. طيب اوكي، مين تاني المكان اللي بتلاقي نفسك نفسيا مرتاح فيه قوي؟ يعني تحب كده كل ما تبقى الهموم عندك، او بلاش الهموم، كل ما تلاقي لما نفسك بنزل البلد البلد. اوكي مع والدي والدتي وصحابي طبعا، اوكي. قاعد معاهم على طول فاحس براحه طبعا. اصحاب ال اه اصحاب المدرسة. ايام المدرسه دي. دايما كده عارف ايه، واحنا صغيرين في مدرس كده ما بيبقاش مقتنع بيه خلاص. كان حصل لا معاك الكلام ده؟ هم كلهم ما كانوش مقتنعين بيا. بس هم عندهم حق. هم عندهم حق. ايوه انا كانت في مدرسه اسمها ابله بديعه. اوكي. كانت اول ما بتخش الفصل تقول لي قوم اطلع بره. اول ما بتخش على طول الفصل تقول لي قوم اطلع بره مش هتحضر لي حصه. طب انا ما عملتش حاجه، قوم اطلع بره. انت كنت شقي اصلا في المدرسه؟ جدا جدا. مم. لا كنت شايف في الكوره وكده، لكن انا كنت في حالي كنتش بتكلم مع حد. كنت اوكي. بروح اقعد زي اي حد قاعد، خلص المدرسه لكن ما كنتش مثلا من الشخص اللي الخناقات وبتاع وكده وضرب وبتاع، مفيش بره الكلام ده؟ المدرسه. بره المدرسه؟ لا كنت شقي. طبعا. اهلي وزمالك وزمالك واهلي، انت لعبت الاثنين، احساس مختلف ولا كان عندك واحد؟ النادي الاهلي بتلعب على القاب، لازم تاخدها بطولة افريقيا، كل حاجة يعني كل حاجة. سيستم النادي الاهلي كانت زي ما قلت لك مغير جدا عن اي فرقة انا لعبت فيها. مش كلام والله، وعشان ما يقولوش لا ده طالع وبيقول، بس دي الحقيقة. النادي الاهلي طبعا الواحد مبسوط ان هو موجود في النادي الاهلي طبعا وسط اللعيبة اللي موجودة. الواحد مبسوط ان هو بيحقق كل فترة بطولة. يعني انا كان من امنية حياتي ان انا ابقى اخد بطولة افريقيا. انا الحمد لله ما كملتش 6 شهور في النادي خدتها بمساعدة طبعا انت ما لعبتش في زمايلي. القضيه ممكن دي؟ ما لعبتش؟ لا ما كنتش متأيد كنتش بدايه افريقيا؟ لا. الواحد بيبقى مبسوط لما سيرة النادي الاهلي بتيجي في اي حتة. لما بيجي سيرته بيحلو الكلام. طبعا يا كابتن والله الواحد بيبقى قاعد كده واثق ان لو سيرة النادي الاهلي جت في اي وقت، لا هو قاعد واثق من نفسه. فمهما نتكلم مع النادي الاهلي طبعا مش هنعرف نديله حقه. الجمهور طبعا يعني الجمهور الواحد بيبقى مبسوط لما بيبقى في زي نهاية مثلا افريقيا، يمكن اكتر ماتش كان الجمهور موجود فيه. لا يا كابتن خيال. بتفرق معاك يعني دعم الجماهير في كل اللي بيحصل، او كل التجاوزات في بعض الاوقات في بعض المباريات؟ بتحس بدعم الجمهور معاك؟ بيبقى احساسك يعني احساسك ايه في الوقت ده؟ بتحس بايه؟ بس يا كابتن الفترة اللي فاتت دي طبعا دي حقيقة، أنا لولا مساعدة جمهور النادي الأهلي اللي أنا كنت بشوفه، ممكن أكون مش هبقى قد المستوى يعني اللي أنا وصلت له. بس يا كابتن الناس دي فعلا ما بتأثرش مع حد والله، مش عشان إيمان بس، مع اللعيبة كلها ما بيأثروش مع حد. هم دايما وده حقهم، ده حقهم ان هم على طول لازم هم طالبين منك المكسب، ده حقهم وده واجب علينا
ان احنا لازم كل ماتش يبقى مكسب. فالواحد لما بيشوف الناس دي في دعم كبير قوي و... وكل حاجة يعني منهم لينا، فانت لازم تديلهم كل حاجة في الملعب. فدي من الحاجات اللي فرقت معايا طبعا الفترة اللي فاتت، دعم الجمهور. بشكرهم طبعا، وان شاء الله عايزينكم في ظهرنا دايما اوكي. زي ما انتوا في ظهرنا، وان شاء الله نقدر نبسطكم الفترة الجاية بإذن الله. كل الناس اللي موجوده حاليا عندهم فرصه صعبه قوي بتبقى انها تتكرر. يعني الاهلي ان شاء الله الرحمن لو خد ان شاء الله افريقيا السنه دي بإذن الله. هتبقى اول مره في تاريخ اي فرقه افريقيه، اول مره في تاريخ الاهلي نفسه ان ياخد 3 افريقيا ورا بعض. ماشي. انت حضرت منهم واحده، مم. اوكي، فتخيل بقى لو الثانيه اللي هي الثانيه لامام عاشور، لكن الثالثه للاهلي والاولى تاريخيا للاهلي وعلى مستوى افريقيا خالص. لا ده طبعا عجبني ان انا زي ما قلت لك اللعيبه اللي موجوده، يعني ما شاء الله عاملين مواسم كتير حتى قبل ما ناجي. كلنا شايفين يعني اللعيبه كلها كانت عامله ازاي، والبطولات وافريقيا وانك في ماتش انك تكسب برضو الوداد. في الوداد ده كابتن من الماتشات الصعبه جدا، حضرتك كنت موجود. الوداد هناك اه تعادل هناك، وبعدين اه في سنه موسيماني كسبناها 2-0. اه مم. ده من نوادر يعني. صعب جدا ان انت في وسط جمهور، وانت عارف طبعا جمهور الوداد بيبقى عامل ازاي هناك صحيح. وفي ملعبه. بس مفيش حاجة يعني مفيش حاجة بتبقى كبيرة على اللعيبة او النادي الاهلي بال يعني اللعيبة اللي موجودة، سواء اللي كانوا موجودين، يعني اللي كانوا موجودين ومشيوا، لهم كل الاحترام طبعا. لا بتبقى بتدي دافع للي جاي بعد كده يعني. اوكي. ان انا مثلا كنت شفت ماتش 1-1 بتاع عبد المنعم منعم صحيح. كروس. فدي لا انا جاي عارف ان انا جاي في فرقة لا منافس، فرقة لا يعني عندها اول حاجة بطولات، ما فيش حاجة اسمها هزيمة، عندي مكسب على طول. لازم بخش كل ماتش هلعبه لا ببقى مركز فيه. ما عنديش مثلا ماتش لا انا هلاعب فلان النهارده مش زي فلان، لا هو السيستم كله واحد وماشي على الكل. فدي حاجه ده كانت بتدي دفع طبعا. ده كلام زي الفل. طبعا. ده كلام زي الفل. انت زوج مثالي يعني. جدا. كويس بجد. ده بس عشان الهوا احنا، لا جدا. انا مش هوا يعني. جدا جدا. كلنا يا ابني هذا الرجل. لا جدا. لا يعني بتتعاون في البيت وكده بجد. لسه مركب تعمل- الزينه امبارح. والله والله. طب كويس. بس بتعرف تعمل اكل بقى وبتاع كده ولا لا خالص؟ مالكش فيها. انا المطبخ بيعمل لي مشكله كبيره جدا. انا استحاله اخش المطبخ. لا انا ممكن اعمل شاي كويس قوي. انا دخلت امبارح كنت جايب كاجو وكده، كنت بعملها الكتاليا بس بس أوكي. ده اللي انا عملته، زبادي وخدت بعضي وطلع. لكن هم استغربوا انت ده بتحب اكل البيت؟ جدا. بره مش كتير. لا مراتك بتعرف تطبخ؟ بجد والله؟ والله. اوكي. يعني اصحاب ولا ملهاش في الكوره خالص؟ ده هي لا دماغها في حتة تانية خالص ملهاش في في الكوره الكورة والله؟ عالميا كمان ما يا شاء الله يعني. ما شاء بتفهم الله كوره كويس ما شاء الله طب حلو جدا. ما شاء الله. دي ضمنت هي اساسي على طول يعني، ولا يعني بتنتقد بعض لا التحركات خالص. والكلام ده؟ ايوه بتقولي انت النهارده كنت لازم تعمل كده، النهارده انت عملت كده. وفيديوهات وبتيجي بتوريني والله تقطع لي وتقطع لي البساط بتاعتي كام دي بص مفاجاه دي. واحصائيات كل وبتاع حاجة. كده. وانت هتبقى كولر في البيت وكولر هنا. انا ناقصك يا اختي. امام يعني انا متاكد ان انت شخصيه طيبه جدا، لكن في النهايه برضو هرجع واقول لك لان دي نصيحه. امام عاشور حاجه جميله قوي على مستوى القدرات، حاجه جميله جدا جدا على مستوى الامكانيات، وحاجه جميله قوي قوي في الملعب. فبيصعب علينا في بعض الاوقات ان احنا نشوف الامكانيات والقدرات دي ممكن في لحظه ممكن تبقى في حته مش اللي احنا متمناها او منتظرينها. لكن انا متاكد ان بالطريقه اللي انت بتتكلم بيها، بالناس اللي حواليك اللي واخدين بالهم منك، سواء كان على المستوى الاسري او مستوى البيت او حتى الناس اللي انت بتشتغل على نفسك، واضح ان انت بتشتغل على نفسك وده حلو جدا. اللي بيصرف على شغله ما بالك كمان لو كان لعيب كوره. يعني ان شاء الله الرحمن اشوفك في حته حلوه قوي باذن ان الله. شاء الله يا كابتن، وانا مبسوط ان انا كنت مع حضرتك النهارده،
كان نفسي ان احنا يعني كان نفسي ومنتحد ان انا كنت قاعد مع حضرتك طبعا يا حبيبي يا كابتن. امام، وانت كمان حد ربنا جميل يخليك والله، يا وان شاء الله الرحمن باذن الله كده معاك ومع ان شاء الله القلعه الحمراء باذن في الله. يوم ان شاء الله. احنا النهارده بنتكلم في قبل في رمضان يعني 2025 ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله 2029 نبقى ان شاء بنبص الله على يميننا وانت باذن كمان الله. بتبص على شمالك نفس لا المكان ده. ليه اكون ما انا هنا، جوه ما بقى. انت هنا، لا انت اكون هتكون انا جوه جوه. امام كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا كابتن. شرفتني في بودكاست القلعه الحمراء. ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون متواصلين مع بعض، وان شاء الله اشوفك وانت فرحان بافريقيا السنه ان دي شاء الله باذن الله. وفرحان بالدوري كاس العالم للانديه. طبعا ميسي طبعا ان خلي شاء بالك، هو الله. يعني هو ان شاء ميسي الله طبعا، بس في طبعا. الاخر يعني احنا الاهلي مواجهه ان شاء الله كده. انا بقول لك ايه، هو نجوم اهو، اسكت اسكت. حلم كبير برضو كاس العالم للانديه. طبعا يا كابتن مم. طبعا. زي ما قلت لك يعني لسه ما جاش وقتها، لان احنا في النادي الاهلي بناخد كل ماتش بماتش زي ما بيقولوا، او كل بطوله وبطوله. فاحنا مستنيين ان شاء الله يجي وقتها، واكيد نقدر نفرح الشعب كله ان شاء الله، ونقدر نفرح نفسنا يا وجمهور رب. النادي الاهلي طبعا، يا رب. ونعمل حاجه تليق باسم النادي الاهلي باذن من الله. عظمه الاهلي برضو، انت تالت كاس عالم للانديه ده اه اللي هتروح صح؟ الحمد لله. يعني برضو الاهلي ابن لذين يا جدع. تتكلم قلت في لك يا الناس. كابتن، قلت لك لي. انا مش محتاج اقول لك عشان انت عارف اكتر مني طبعا. بس حبيبي يا امام، حبيبي يا كابتن، ربنا يحفظك ربنا ويخلي لك كتاليا. ربنا تمام، يخليك ان شاء الله الرحمن كده باذن الله، شاء الله. ومراتك ووالدك ووالدتك ربنا وكل اللي حواليك باذن الله. ربنا شرفتني يا يخليك. حبيبي باذن ربنا الله، يخليك يا كابتن. وكل سنه وانتم طيبين. يوم جديد، حلقه صحيح خلصت لكن الكلام لسه ما خلصش. حلقه مع النجوم النهارده خلصت، الكلام متواصل مع النجوم، والكلام متواصل على استاد الاهلي من الشيخ زايد. اشوفكم بكره ان شاء الله.